ينعقد ملتقانا اليوم في سياق زمني متميز، حيث تم اختيار صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني رئيساً دورياً للاتحاد الإفريقي. وحمل خطابه الافتتاحي للقمة المزيد من التأكيد على محورية القطاع الخاص والعمل على ترقيته والنهوض به، وهي المناسبة التي نهنئ أنفسنا بها. كما أنتهز هذه الفرصة لأهنئ زميلي شكيب العلج رئيس اتحاد مقاولات المغرب على اختيار المملكة المغربية لاحتضان المؤتمر القادم للشركات التأمين الإفريقية، وهي فرصة ثمينة للمزيد من تعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين بين بلدان القارة. أيها السادة والسيدات، إننا مطالبون كفاعلين اقتصاديين باغتنام هذه الفرصة المشجعة والعمل على تعزيز شراكاتنا وزيادة مبادلاتنا والرفع من استثماراتنا سعياً إلى إقامة قطب اقتصادي رئيسي وفاعل في هذه المنطقة الاستراتيجية المفتوحة على أسواق إفريقيا جنوب الصحراء وعلى أسواق أوروبا والأمريكيتين. وأنا على يقين تام من قدرتنا على رفع التحدي وضخ الديناميكية المطلوبة في مختلف هذه القطاعات الحيوية من اقتصادنا لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود منا جميعا. بالفعل تاريخنا المشترك وروابطنا الوثيقة مبنية على الأخوة والثقة والاحترام وقرب الجغرافي، وكذلك التكامل بين اقتصادينا، عوامل تفتح مجال لفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة. كما أن الظرفية الاقتصادية العالمية متقلبة والأزمات المتتالية تحتم علينا كجيران وأصدقاء أن نوحد جهودنا لضمان السيادة الاقتصادية لبلدينا في شتى المجالات الغذائية، الطاقية، الصحي واللوجستيكية. يهدف هذا الملتقى إذن، وهو الثالث من نوعه بعد اللقاءين سنة 2018 في نواكشوط وسنة 2022 بالدار البيضاء، إلى إعطاء دينامية جديدة لتعاوننا الاقتصادي ودفعة قوية لصناعاتنا، خاصة أننا حددنا خلال المنتديات السابقة القطاعات الاستراتيجية والفرص المتاحة. إنه إذن ملتقى العمل، حان الوقت لتسجيل مشاريعنا المشتركة على أرض الواقع. أيها الحضور الكريم، يعتبر المغرب مستثمر أول في موريتانيا على المستوى الإفريقي، وهو حاضر عبر قطاعات مهمة مثل الاتصالات والأبناك وتحويل وتتمين منتجات الصيد البحري، وقطاعات الزراعة، وقطاع إنتاج الإسمنت ومواد البناء وتوزيع الغاز المنزلي، بالإضافة إلى توزيع المواد البترولية. إنها بالطبع إنجازات جد إيجابية، لكننا أظن أنه يمكننا أن نذهب بشراكاتنا إلى مدى أبعد.